تخيل حد يجي يسألك إيه أغلى حاجة ممكن تشتريها في حياتك. ناس كتير هتفكر في طيارة خاصة، في فيلا على البحر، يمكن حتى رحلة للفضاء. بس المفاجأة إن في دواء واحد، جرعة واحدة بس، سعرها أغلى من كل دول مجتمعين. سعر الجرعة الواحدة 4,250,000 دولار. وده مش اشتراك مدى الحياة ولا كورس علاج لمدة أسبوع، ده علاج بيتاخد مرة واحدة بس. وبرغم كده هو أغلى علاج اتسجل في تاريخ الطب لحد اللحظة دي. في الفيديو ده هنعرف سوا ليه السعر ده ضخم جدًا، والدوا بيتاخد ليه ومين بيستفيد منه، وهل الطب رايح إن هو يبقى ناحية الأغنياء بس، وهل السعر ليه مبرر فعلًا والّا في خطأ في المنظومة كلها؟ الجزء الأول، إيه هو أغلى دوا في العالم؟ اسم الدوا هو لينميلدي، الاسم نفسه يمكن مش مشهور لكن قيمته ضخمة جدًا، لدرجة إنه بقى أمل أخير لأطفال مولودين بمرض جيني نادر اسمه ميتاكروماتيك ليوكوديستروفي. المرض ده بيأثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي وبيخلّي الطفل يفقد قدراته الأساسية بالتدريج، الحركة، الكلام، التركيز، وحتى التنفس، وفي معظم الحالات بيوصل لنهاية حزينة وحياة قصيرة جدًا. لين مش مجرد علاج لتأخير الأعراض، ده أول دوا في التاريخ بيحاول يوقّف المرض بالكامل من جذوره، يعني مش مسكن ولا دعم ولا هيضطر الطفل يعيش بمرض مزمن طول حياته، ده بيحاول يعالج الكود الجيني اللي فيه الخلل نفسه، والمفاجأة إن الجرعة واحدة بس سعرها زي ما قُلنا 4,250,000 دولار. طيب ليه الرقم ده ضخم بالشكل ده؟ وهل السعر ده مبالغ فيه والّا في منطق ورا كل دولار؟ في الحقيقة في أكتر من سبب. أولًا ده علاج جيني شخصي بالكامل، يعني مش بيتعمل في خط إنتاج وبيتوزع، ده بياخدوا من خلايا الطفل الجذعية نفسها ويعدلوها جينيًا في المعمل ويضيفوا النسخة السليمة بدل النسخة اللي فيها خلل، وبعد كده بيرجعوها لجسمه، يعني كأنك بتعيد برمجة الجسم بالكامل. ثانيًا المرض ده نفسه نادر جدًا، يعني بيصيب حوالي من 30 ل40 طفل في السنة كلها في أمريكا، يعني تكلفة الأبحاث والتجارب والموافقات لازم تتوزع على عدد قليل جدًا من المرضى، وده بيخلي جرعته تكلفتها مرعبة. ثالثًا عملية التصنيع نفسها معقدة جدًا، لأن دي مش كبسولة بتتصنع بالملايين، ده علاج بيتم تفصيله مخصوص في معامل متخصصة بإشراف فرق علمية بتشتغل على كل حالة كأنها مشروع مستقل. رابعًا القيمة العلاجية نفسها ضخمة، يعني في حالات معينة ممكن العلاج ده فعلًا ينقذ حياة الطفل أو على الأقل يمنع تدهور حالته بسرعة، يعني ببساطة حياة طبيعية مقابل 4,000,000 دولار. وحتى الجهات المستقلة اللي بتحلل تسعير الدوا زي ICER قالت إن السعر ده ممكن يكون منطقي لو قارناه بالقيمة الصحية اللي ممكن تتصرف على المريض بعد كده لو ما خدش العلاج ده. طيب هل كل ده بيبرر السعر؟ صناعة الأدوية معقدة جدًا، مش مجرد منتج بتصنعه وتبيعه، في شركات بتقعد 10 سنين تطور في علاج واحد بس وتصرف عليه مئات الملايين وفي الآخر ممكن ما يتوافقش عليه أصلًا. بس برضه هل ده بيبرر الأسعار الفلكية؟ خصوصًا لما بنتكلم عن أمراض نادرة جدًا وعدد المرضى فيها قليل. وهنا بيظهر سؤال حساس، هل المريض هو اللي يتحمل كل التكاليف والّا المفروض يكون في نظام صحي يتحمل التكلفة دي؟ وده ياخدنا لنقطة تانية أهم، هل مستقبل الطب رايح ناحية العلاجات الجينية؟ لو بصينا حوالينا هنلاقي إن العالم ماشي بسرعة رهيبة ناحية العلاج الجيني، لكن يعني إيه علاج جيني؟ هو ببساطة علاج بيحاول يصلح الخلل من الجينات نفسها، مش يهدي الأعراض، لأ بيشيل الكود خالص اللي فيه الخلل ويعدله، وده بيفيد في أمراض زي ضمور العضلات، أنيميا البحر المتوسط، وبعض أنواع السرطان، لأن المشكلة كلها بتكون في كود غلط جوه الحمض النووي. العلاج الجيني بيحاول يدخل جين سليم سواء عن طريق فيروسات معدلة مخصوص أو بتكنولوجيا زي CRISPR اللي بتشتغل زي مقص دقيق يشيل الغلط ويحط الصح. ولأن كل حالة فريدة العلاج بيتفصل مخصوص حسب المريض وده بيرفع السعر جدا، لكن رغم كده النتائج أحيانا بتكون مذهلة. أطفال كانوا على وشك الموت بيتحركوا وبيتكلموا وبيعيشوا طبيعي بعد جلسة واحدة من العلاج. بس هل ده معناه إن كل الأمراض ليها علاج جيني؟ لأ طبعًا مش كله، في أمراض ما لهاش علاج بالجينات، وفي حالات الجين نفسه بيكون معقد جدًا ومش سهل نعدله. كمان لسه العلاجات دي موجهة لأمراض نادرة بس، والسبب إن ما فيش بديل ليها، ومع تطور التكنولوجيا ممكن نوصل لعلاجات أرخص ونشوف علاجات للسكر والزهايمر وأمراض تانية منتشرة أكتر، بس ده محتاج وقت وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي النهاية العلاج الجيني مش مجرد دوا جديد، ده نقلة نوعية في فهمنا للطب والمرض والعلاج. ولو حابب تعرف عن موضوع العلاج الجيني بالتفصيل فالفيديو ده معمول ليك مخصوص.